اليوم العالمي للترجمة، جسر عالمي لتبادل الثقافات من أقصى العالم إلى أقصاه. بوجود نحو 7000 لغة حول العالم، قليل منها مكتوب وأغلبها محكي. كان لابد من رابط بين هذه اللغات والثقافات يتجلى بجسر الترجمة، إذ تعود فكرة تخصيص يوم عالمي للترجمة إلى العام 1991 من قبل الاتحاد الدولي للمترجمين، كمناسبة لإظهار التعاون بينهم ولتعزيز أهمية الترجمة وأعمال المترجمين في أنحاء العالم. وقد سبق ذلك مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي في الجزائر بتاريخ 9 مايو عام 1983، والذي دعا لإغناء المكتبة العربية بالترجمات الأدبية والثقافية والعلمية من مختلف اللغات. ولم يتم اعتماده رسمياً إلا بتاريخ 24 من مايو عام 2017 بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ اعتبر اليوم الأخير من أيلول يوماً عالمياً للترجمة بهدف زيادة الترابط بين الدول وتعزيز السلام والتفاهم والتنمية. القرار الذي وقعت على اعتماده 11 دولة ومنها قطر، التي تعتبر الدولة العربية الوحيدة الموقعة، بالإضافة إلى الاتحاد الدولي للمترجمين، يعد دليلاً على دور الترجمة وعلاقتها بالتقارب الثقافي. وقد اختير هذا التاريخ تحديداً تزامناً مع الاحتفال بعيد ميلاد الكاهن الإيطالي جيروم، والذي ترجم الكتاب المقدس من اللاتينية والعبرية إلى اليونانية. ومن المؤكد أن عملية نقل العمل الأدبي والعلمي والفني من لغة إلى أخرى بترجمة مهنية عملية أمر ضروري للحفاظ على الوضوح والمناخ الإيجابي والإنتاجية في الخطاب العام الدولي والتواصل الحضاري بين الشعوب.